تعال نعرف مين اكتشف التحيز ده. هقول لك انا، سنة 1967 كان في عالمين، واحد اسمه إدوارد جونز والتاني اسمه فيكتور جونز. المهم العالمين دول قاموا مجموعة من الناس، قال لهم تعالوا هنديكوا بعض المقالات تقرأوها وتقولوا لي انتوا تحكموا على الكاتب بإيه وتشوفوا هو مؤيد ولا معارض. تمام؟ المهم راح جابوا الناس واداله المقالات. المهم ان المقالات دي كانت مكتوبة على رئيس القبة، كان اسمه فيدل كاسترو. جميل. المهم ان الناس قرأت المقالات، ان العالمين قالوا لهم تحكموا على الكاتب بايه، مؤيد ولا معارض. 50% قال ان الكاتب معارض و50% قال لك ان الكاتب مؤيد. المهم العلماء قالوا لهم ايه، احنا جابرين ان هو يكتب. المهم الناس ما اقتنعتش، لا هم قالوا احنا في نص برضه لسه موجودين، جزئين قال لك لا هو لسه هو مؤيد، وجزء تاني قال لك هو معارض. ما اقتنعوش بالكلام ده. غير في كده ان ايه، انك حتى بعد ما عرفت الحقيقه وعرفت ان هو كان مجبور ان هو يكتب كده، المهم ان مخك ما اقتنعش، قال لك لا هو كتب كده يعني هو مقتنع او مؤيد، حسب انت كنت مؤيد ولا معارض. المهم ان غريب ان مخك ما اداش اي ظروف اقوى من الظروف اللي كان مكتوب فيها كاتب. هو قال ان كاتب مؤيد بس ما اداش ظرف ان هو يمكن في حد جبره في ظروف اقوى منه. هو ده الفكره. تعال نعرف دماغنا ليه بتفكر كده.